بما انه الشيفات بسوريا كتراني وتبع محتوى الاكل والطبخ والنفخ كتراني، كل سوريا صارت ما شاء الله شيفات، جمع شيف. هذا اللي بده يعمل لك اكلي بالتخم، وهذا اللي بده يعمل لك اكلي بالحكوره، وهذا بالشجره، وهذا على مقص جبلي، وهذا اللي بده يعمل لي اكلة خوخ تحت المشمشي قولة فيروز. فقلت ما حدا احسن من حدا، وانا بدي اعمل محتوى اكل. فاستغليت القاده بهالكولبات، كولبة علي الرفاعي الشهيره يلي بجنب البريد، وقلت بدي اعمل لطيف اكلي بالعالم. بما انه لسه مشى، بتجيب لها الخبزه الطبقه المخمره، بتحطها هون، بتطلع هيك، بتسرق لك كيس غسيل، بتشقه وبتمرضه على الخبزه، وبتجيب واحد ثاني كمان بتشقه، ما شاء الله، وبتمرضه. شايف علي شلون؟ احفظوا المقادير ها بالتعليقات. بتكبسوا بالخبزه هيك، ليكو ما شاء الله على المنظر هيك. لو في فخار كنت عملتها، بس ما في فخار بالكولبه، وبتدعكها هالدعكه. تصميم الله، في فاخر على الاخر يا شباب. هذا المشي تبع الكولبه يعرف انه سرقنا غزل، طخنتوها كله بده يصير شيفات، تشربوها. يا عين يا عين، اجا اجا اجا.